فيه ألم صامت لما تحاول تغير اللي حواليك بكل طاقة حبك، لكن تلاقي سخرية، تجاهل، أو حتى هجوم. تحاول تنصح أخوك، تحاول تبعد صاحبك عن غلط، تحاول توصل كلمة لحد بتحبه، لكن الرد ملكش دعوة. أو أنت فاكر نفسك شيخ وتبدأ تشك في نفسك، هو أنا اللي غلط؟ هل أبطل ولا أكمل حتى لو مفيش أمل؟ في مكة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل عليه الوحي حمل الرسالة، وحمل معاها أهم أمة، وشاف الجهل والظلم، وشاف ناسه غرقانين في الأصنام والعناد. لكن رغم ده وقف على جبل الصفا، وقف لوحده ونادى بأعلى صوته: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اجتمعوا عليه الكبير والصغير، القريب والعدو، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، لكن بأسلوب ذكي ومؤثر جدا. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كلمة هزت مكة، لكن أول من رد عليه عمه أبو لهب. قال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ هل تتخيل؟ أول من يهينك هو أقرب الناس ليك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش بالإهانة، ما سابش، ما انسحبش، رجع ودعاهم تاني وتاني لسنين. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مش لحظة جبل الصفا، دي كانت البداية. بعدها شاف الصحابة يعذبوا، شاف الدم والدموع، شاف مكة كلها بتقلب عليه، لكن قلبه ما اتغيرش. فضل يخرج كل يوم يدور على القلوب، يفتح باب جديد للهداية. وبعد 13 سنة من التعب خرج من مكة مكسور، لكن ما خرجش من الدعوة. لو انت بتحاول تغير حد وتنصح وتتحمل صدود وألم، فانت مش لوحدك، انت بتعيش طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هو بدأ وحده، لكن كان معاه ربنا. وانت كمان ما عليك غير تبلغ وتبقى صادق وتكمل، حتى لو سخروا، حتى لو مردوش، حتى لو كل كلمة كانت بتألمك. خليك رحيم في دعوتك، مش هجومي. استخدم الحكمة زي ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال ذكي قبل ما يقول الحقيقة. استمر حتى لو مفيش تجاوب، لأن القلوب بتتغير بأمر ربنا مش بمجهودك. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بكلمة واجه بيها أقرب الناس ليه، وصبر وتحمل وأحب ودعا. ولولا صبره إحنا ما كناش عرفنا نور الإسلام. فلو بتحاول توصل نور، كمل حتى لو وقفت لوحدك على جبل الصفا. ما تسيبش الحلقة تعدي، اشترك وفعل الجرس علشان اللي جاي أعمق وأقرب لقلبك.